Hi guys, how are you? I hope you are all fine. Before discussing the story of King Lear, I want to just clarify some important points about how we study or how you should study this play, okay? And how you should study the techniques or definitions I gave you in the previous lectures. And this is the first time and the last time I'm gonna speak in Arabic. أول مرة وآخر مرة إن شاء الله تعالى يا شباب تسمعوني أتكلم باللغة العربية. كثير منكم طلب أتكلم باللغة العربية، هذا تقنية خاطئة جدا 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 وما مسموح بها أصلا نتكلم باللغة العربية ولا راح أتكلم باللغة العربية، بس ما يخالف أول مرة تلتقون معي وأول مرة أدرسكم فما يخالف نوضح بعض النقاط اللي شوية بها لبس وغامضة عليكم. التعاريف اللي طلعتوكم هي كلها مطلوبة منكم؟ نعم كلها مطلوبة منكم. نحفظها نصا؟ لا. تحفظها نصا وتكتب لي هي بالامتحان أنطيك 2 إذا عليها 3، أنطيك 4 إذا عليها 5 أو 3. ليش؟ أنا ما أريدك تحفظ، ما أريدك تحفظين وما أريدك تحفظ، أريدك تفهم. فهم التعريف إيش يقول؟ استخدم بعض الكلمات منه ما يخالفوا التعابير وعبره أنت أو أنت بأسلوبك. بهاي الطريقة نتعلم نتكلم باللغة الإنجليزية ونكتب باللغة الإنجليزية وتتقوى وتتطور لغتنا. كل التعاريف مطلوبة. إذا أكو تعريف بينه مثلا طلعتوكم مثلا مع المادة تعريفين مثلا تراجيدي أو ساليليكوي أو مونولوج إذا بهم مثلا أو مثلا ايروني بها أكثر من تعريف كلها مطلوبة؟ لا، مطلوب منك تعريف واحد مع مثال واحد بس فقط لا أكثر ولا أقل. نحفظها كلها؟ لا. الفيتشرز مال التراجيك هيرو، المواصفات التراجيك هيرو هي مطلوبة منكم صح. نصا؟ لا ما نصا، فهمها واكتبها انت او انت باسلوبك. بهاي الطريقة اخيلك فول مارك. اوكي؟ من يسمونه اللي يحفظ ويلقي بعد المدرس بعد مثل ما انا اقول ياخذ له 10، هذا يسمونه ببغاء، يسمونه بارت، وهاي طريقة خاطئة جدا وانا ما ادرس بيها ابدا ابدا ابدا. اوكي؟ نفهم وبعدين نكتب. المادة طويلة ما انا اللي قريتها، هذا المنهج من الوزارة ما انا اللي قريته. اشون اعطيك اقول لك هاي المسرحيه وروح ادرسها راسا؟ ما يصير. لازم تعرف ايش معناته الدراما، ايش معناته التراجيدي، منو شكسبير، ايش هي القصه مال المسرحيه، وبعدين ستيب باي ستيب. هاي اللي اخذتها كل التعاريف والتكنيكس اللي موجوده والتقنيات راح تفيدك جدا جدا وتساعدك في فهم المسرحيه. واضح؟ ان شاء الله تكون واضحه. انا مسرور جدا جدا بتعليقاتكم واكو تفاعل، بس اتمنى تفاعلنا يكون بعد اكثر واقوى. اي ملاحظه، اي استفسار، اي سؤال اسالوني وان شاء الله تعالى انا اجاوبكم عليهم. الملاحظه الثانيه او الامر الثاني او الثالث او الرابع بالنسبه للماده اللي تقلصت صارت بنسبه 75%. انا على اطلاع وراح اقللكم من هاي الماده، راح ناخذ شويه من البدايه وشويه من الوسط وشويه من النهايه، بحيث overall بصورة عامة يصير عندك أو عندك نظرة عامة عن المسرحية. والمادة اللي ناخذها هون وأنا أشرح الكمية بالفيديو وبالملف هي اللي تجيكم منها بالامتحان أسئلة وأجوبتكم منها نفس الحالة، من الفيديو اللي أنا أشرح بينه وأعلق عليه ومن اللي بعث لكم هو. مرة ثانية وأكد عليكم، حفظ ما أريد تحفظ أبدا، افهم وعبر من عندك أو من عندك يكون صح. أهم شيء الجرامر يكون صح، الإملاء يكون صح، وبينه فكرة. هذا اللي أريده منك. ربعه ونصه وثلاث ارباعه وصل لي فكره عن تعريف. كم تعريف عندنا؟ اسالكم سؤال اذا جاوبتم عليه صح. كم تعريف اعطيتكم انا مثلا للايروني؟ مثلا كم تعريف الايروني مكتوب؟ تقولون 2؟ راجعوا الفيديو، انا اعطيتكم 3 تعاريف. تعريفين هون مكتوبين وتعريف انا اعطيتكم هو قلت لكم هو ما مكتوب هون بذول 2. اوكي؟ اقصر منه بكثير. فانتبهوا على هذه الامور اللي انا اشجعكم عليها. اخر سؤال، اكو شخص قال لي انا يعني اكو سؤالين طلعوا ببالي الصراحه. واحد يقول انا من خارج المحافظه وانا الامور صعبه علي، وهذه اقل يمكن انا اقل مدرس ينطي ماده، واحاول تكون الماده مالي قصيره وبنفس الوقت تنطي معنى. اوكي؟ تفهموا منا ان شاء الله تعالى على قدر ما اقدر واكثر. التعليم الالكتروني هاي ما انا اللي قلتوها، الوزاره تقول لا مناصه منه وحرام تضيع منكم سنه. نحاول نساعدكم قدر الامكان. اي سؤال، اي ملاحظه، اي استفسار ارسلوا لي على الصف وانا مستعد اجاوبكم عليه
او اكتبوا السؤال واجاوبكم عليه. لانه شوي اعدادكم كثيره، مرات اتاخر مثلا يوم او يومين او اكثر على ما ادور بالتعليقات واجاوب الكل. ان شاء الله احاول ارضي الكل، احاول اجاوب الكل ان شاء الله تعالى. ملاحظه اخيره، سؤال اخر، احد الطلاب والطالبات قال استاذ ممكن تعطينا بعد او توضح لنا الفرق بين السيليلوكوي والمونولوج والاسايد. راح هسه اعطيكم انا مثال او اوضح لكم ايش معنات سيليلوكوي، مونولوج اند اسايد. ايش معنى السيليلوكوي؟ هو لونج سبيتش، اوكي. المونولوج ايضا لونج سبيتش، اثنين مطول. ايش الفرق بيناتهم؟ بالسيليلوكوي يكون يسمونه مناجاة النفس، يقف الشخصية اوكي stands up on the alone اوكي on a stage, speaks to whom, speaks about himself, about other characters مثلا اوكي to the audience، للجمهور. there must be no one on stage، لازم ما يكون احد على الستيج. هذا يسمونه السيليلوكوي. المونولوج هذا long speech اوكي said by one character about someone, something else, about himself, about present, future, past. بس ايش الفرق بيناتهم؟ بالمونولوج اكو كاركتر اخر، واحد او اثنين معانه، يقول امامه الكلام، بس هذا الشخصيه الثانيه ما يتكلم ابدا. اوكي، هذا الفرق بيناتهم، ما يتكلم ابدا. بالسيليلوكوي ما اكو ولا كاركتر اون ستيج. بالمونولوج لا، اكو بس ما يتكلم ابدا. الاسايد ايش هي؟ الاسايد عكس من الاثنيناتهم، قصير جدا جدا. اوكي، اكو 4-5 شخصيات اون ستيج. اوكي، وانا مثلا شخصيه، وهاي الشخصيات هون واقفه امامي والجمهور يقف امامي. انا اطلع للامام خطوه او خطوتين، اتكلم او اقول شيء اوكي قصير جدا، بحيث الكاركترز اللي اتصور امامي انه الجمهور اوكي they know what I am going to say اوكي، يعرفون ايش انا قاعد اقول اوكي what I am saying. بس الأذر كاركتر they do not know anything about what I am saying. اوكي، ان شاء الله تعالى يكون هذا المثال واضح جدا. الفرق بين الاسايد، بين المونولوج، وبين السيليلوكوي. اوكي، wish you all the best. Good luck.